مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الارتياح السهل اللحى بالعناوين. إحياء الحفل الرسمي لذكر عملة فنقل 35 بمصوع. فخامة الرئيس أفورقي يضع أكليل الزهور في نصب الشهداء بطوالوت. تسجيل تقدم ملحوظ لسلامة الغذاء. اجتماع أفريقي يبحث الصراع بالكونغو الديمقراطية. إيران وباكستان تعززان المستوى العملياتي في المجال البحري. وترامب يلوح بفرض الرسوم على اليابان أمام رئيس وزرائها. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أقيم الحفل الرسمي للذكرى 35 لعملية فنقل الإعجازية بحضور فخامة الرئيس أفورقي والوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة والجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة وقادة الجيش والمواطنين القادمين من كافة مناطق البلاد والمحجر في مساء اليوم 8 فبراير. أشادت رئيسة لجنة تنسيق الاحتفالات بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة زينب عمر في كلمتها الافتتاحية، أشادت بالجهود التي قامت بها كل المؤسسات المعنية بالإقليم مهنئة البلاد بإحياء هذه الذكرى المجيدة التي حفلت بتقديم العروض الفنية والثقافية ومنافسات رياضية ومنافسات المعلومات العامة والموائد الأهلية والسيمينارات. وذكرت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة أن هذه الذكرى التي تجري تحت شعار فنقل الخيار الصحيح لتمجيد الخطوة الشجاعة والاستراتيجية بتكامل الكفاءة العسكرية والسياسية للثورة الإريترية التي نفذت لتحرير ميناء مصوع إلى جانب التقدم في محو الاستعمار، والتي بشرت بإمكانية الحرية الكاملة للبلاد والإريتريون كشعب. وأضافت السيدة أسمرته أن ذكرى عملية فنقل هي مناسبة نجدد فيها عهدا على الحفاظ على أمانة الشهداء وتوارث التاريخ بين الأجيال. وتم بث الحفل المستمر لساعتين الذي تضمن استعراض الزوارق الحربية والمواد الفنية والثقافية التي تطرقت إلى البطولات الوطنية والمشاركة الشعبية في مسيرة الكفاح المسلح وضمان السيادة الوطنية لإريتريا مباشرة عبر التلفزيون والإذاعة الإريترية. هذا وستختتم فعاليات ذكرى عملية فنقل يوم غد 9 فبراير بتنظيم المآدب الشعبية وختام المنافسات الرياضية وعروض فنية وثقافية إلى جانب فعاليات أخرى نظمت بالمناسبة. وضع فخامة الرئيس أفورقي صباح اليوم 8 فبراير أكليل الزهور على نصب الشهداء في طوالوت، وذلك بمناسبة الذكرى 35 لعملية فنقل التاريخية. حضر المناسبة الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وقادة الجيش وضيوف مدعون. وبعد وضع أكليل الزهور تفقد الرئيس أفورقي معرضا نظمته وزارتا الدفاع والموارد البحرية بالإضافة إلى القوات البحرية وهيئة الموانئ ومؤسسات أخرى. وقد حصل على شرح لمحتويات المعرض الذي ضم أعمال تشكيلية وقدم اقتراحات توجيهية. ويحتفل بالذكرى 35 لعملية فنقل التاريخية من 7 حتى 9 من فبراير تحت شعار فنقل الخيار الصحيح. وفي ذات السياق قام الإريتريون القادمون من المهجر ليشاركوا في مناسبة الذكرى 35 لعملية فنقل بالسير على الأقدام من أسمر إلى مصوى لإحياء هذه المناسبة التاريخية. وأجروا وقفة ذكرى الشهداء عند وصولهم إلى دفاعات جندع التي شهدت معارك دامية في عام 1990. وعبر المشاركون لوكالة الأنباء الإريتريا إرنا مدى شعورهم بالفخر والاعتزاز بتنظيمهم ونجاحهم في القيام بهذه الفعالية تمجيدا للذكرى التاريخية والتضحيات الجسام التي أثمرت في تحرير البلاد. أعلنت وزارة الزراعة تحقيق تقدم ملحوظ العام الماضي لسلامة الغذاء والمنتجات الحيوانية والنباتية. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات القانونية والرقابة السيد تقل أب مسجنة أن 18 مصنعا للأغذية الزراعية
أدخلوا أساليب جيدة في محاولة لتوفير منتجات غذائية صحية للمواطنين. وأشار إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للتخلص من 23 طنا من الأدوية واللقاحات الحيوانية منتهية الصلاحية بطريقة صديقة للبيئة. كما تم تجهيز أكثر من 140 طنا من أدوية المحاصيل منتهية الصلاحية للتخلص الآمن منها. وقال إنه تم تنفيذ أعمال المكافحة للتأكد من خلو منتجات الطماطم المباعة في الأسواق من التلوث بالمبيدات الحشرية، وقد انخفضت الظاهرة بشكل كبير. وذكر عدد دليلين إرشاديين العام الماضي لضمان جودة بذور البطاطس والخضروات، مشيرا إلى القيام بدراسة للتأكد من خلو المزارع المروية في مديريتي دقة وفورتساوا في إقليم القشبركة من الملوح. وأوضح تنظيم سيمينارات لحوالي 2700 مزارع ومصنع أغذية وشركاء آخرين لرفع مستوى الوعي حول سلامة الأغذية والحجر الصحي والبذور والكيماويات الزراعية والموارد الطبيعية. وتنظيم منتدى وطني لسلامة الغذاء قدمت فيه 13 ورقة عمل. دعا مسؤول فرع وزارة الصحة بالإقليم الجنوبي الدكتور مانويل محرتاب جميع فئات المجتمع والمؤسسات المعنية للمساهمة في المهمة الجماعية التي تمكن مكافحة العادات الضارة. أشار الدكتور مانويل في مناسبة ذكرى يوم مكافحة ختان الإناث العالمية التي أقيمت بمدينة عرز على مستوى الإقليم الجنوبي في 6 فبراير في المحاضرة التنويرية التي قدمها والمصحوبة بالأمثلة المصورة إلى أن مكافحة العادات الضارة لا تنجح إلا بتكاتف كل فئات المجتمع والجهات المعنية، موضحا في الوقت الآثار السلبية التي تسببت في أضرار صحية ونفسية وأخرى جسدية. وأوصى مدير عام قسم الخدمات الاجتماعية بالإقليم الجنوبي السيد قرابتس فاسلاسي ومسؤول فرع وزارة العمل الرعاية الاجتماعية السيدة هيلة جبر ميكائيل المجتمع لمحاربة ومنع ممارسة ختان الإناث والعادات الضارة التي تؤثر على حياة الإنسان عامة والمرأة خاصة، بعد التوضيحات التي قدموها اعتمادا على الأبحاث التي أجرت بهذا الخصوص. وذكر سكرتيرة الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة بالإقليم الجنوبي السيدة أمة نوغوسي ومدير مديرية عرزة السيد رؤسام كفل مريم أن عملية القضاء على العادات الضارة التي تشهد تقدما على عدم ممارسة العادات الضارة تتطلب بجهود متضافرة جادة. وأكد رجال الدين والأعيان جاهزيتهم للمساهمة في مكافحة العادات الضارة وتنوير المجتمع. وأفادت الأنباء أنه قد تم في البرامج منافسات المعلومات العامة ومحتويات فنية تتعلق بالمناسبة. أفادت الأمهات في مدينة هابورو بإقليم عنسبة اللاتي ابتعدن عن المدرسة بسبب الزواج أنهن يستعدن للجلوس لامتحانات الشهادة الوطنية بالعودة مرة أخرى إلى مقاعد الدراسة. وذكرت الأمهات 23 اللاتي يتابعن تعليمهن في الصف 12 لوكالة أنباء رينا أنهن يعملن بجد للوصول إلى أعلى مستوى. وأشرنا إلى أن التشجيع من المجتمع بشكل عام والمدرسة والمعلمين وأزواجهن خاصة يحملهن مسؤولية أكبر، مؤملات بتحقيق نتائج جيدة تؤهلهن للجماعة. وقالت زهرة عثمان مسؤولة مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية هابورو وإحدى الطالبات إن الاتحاد يعمل مع شركائه من أجل رفع مكانة المرأة ومساهمتها. وأوضح مدير مدرسة عريتاي الثانوية الأستاذ علي محمد سعيد أنهم يدعمون الأمهات من خلال إعداد المعلمين وتوفير المراجع وغيرها من الأنشطة. وأضاف أن عودة الأمهات إلى مقاعد الدراسة يشير إلى ارتفاع الوعي المجتمعي، مضيفا أن المبادرة شكلت قدوة للأمهات الأخريات. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بإقليم عنسبة دورة ل 170 طالبا من الفترة في 27 من يناير وحتى 5 من فبراير. وأوضح مسؤول الاتحاد بإقليم عنسبة السيد الزازي برخة آب في حفل التخريج الذي يقيم في كلية الزراعة بحمل مالهم أن هدف الاتحاد رفع وعي الشباب ليبرزوا مشاركتهم في الأنشطة الحيوية التي تجري في بيئتهم ويلعبوا الدور المؤثر والموجه ويتحلوا بالوطنية المتميزة. وذكر أن 58% من المتدربين هم من الطالبات المتفوقات.
وأضاف مسؤول قسم متابعة التنظيمات في الفرع السيد طاهر صالح في التقرير الذي قدمه أن المتدربين قدموا من 23 مدرسة ثانوية بالإقليم، وأن الدورة تضمنت سيمينارات تنويرية إلى جانب مواضيع تعمل على توريث القيم الوطنية. وذكر حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى بدوره ضرورة تدارك الأجيال المحطات التاريخية التي مرت بها البلاد والتضحيات الجسامة التي كانت ثمنا للوطن الذي ننعم به بحرية والذي يتوجب عليهم بنائه وتنميته. وختم الحفل بتوزيع الجوائز للفائزين في المنافسات التي أقيمت. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. يجتمع زعماء تكتلات إقليمية من شرق وجنوب أفريقيا في تنزانيا للبحث عن حل للصراع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث استولى مسلحون مدعومون من رواندا على مدينة رئيسية في أسوأ تصعيد للقتال منذ أكثر من عقد من الزمن. وحث الرئيس الكيني ويليام روتو جميع القوات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية على وقف الأعمال القتالية. وقال روتو الذي يرأس حاليا مجموعة شرق أفريقيا: ندعو جميع الأطراف إلى تفعيل وقف إطلاق النار، وخصوصا حركة M23 لوقف المزيد من التقدم، والقوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لوقف جميع إجراءات الرد. ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد، واصل المسلحون الزحف جنوبا نحو بوكافو في هجوم سريع خلف آلاف القتلى وآثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية. وقال مصدر إن رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس ونظيره الرواندي بول كاغامي اللذين تبادلا تصريحات ألقى فيها كلاهما اللوم على حكومة الآخر في تصاعد العنف، وافقا على حضور القمة. أكد قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني على أهمية العلاقات الوثيقة مع باكستان، وقال إن الهدف من المشاركة في مناورات آمان 25 البحرية والتي تجري بباكستان وتشارك فيها إيران هو سعي البلدين لتعزيز المستوى العملياتي في المجال البحري وإجراء مناورات ثنائية في المستقبل. الأدميرال شهرام إيراني الذي يرأس وفد عسكري إيراني رفيع المستوى إلى ميناء كراچي الباكستاني للمشاركة في المناورات الدولية آمان 25 قال في تصريح صحفي إن مشاركة إيران على أعلى مستوى في هذا الحدث الدولي تعكس أهمية العلاقات الوثيقة مع باكستان. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إذا لم تتم تسوية العجز التجاري مع اليابان، وذلك أثناء استقباله رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا الذي يسعى للحصول على تأكيدات بشأن متانة التحالف التقليدي بين البلدين. وقال ترامب خلال ترحيبه بإيشيبا في البيت الأبيض: نحن نحب اليابان، وصرح بأنه يريد تحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، ملوحا بفرض رسوم جمركية إذا لم يتم تحقيق تقدم على هذا الصعيد. وتابع الرئيس الأمريكي وقد جلس رئيس الوزراء الياباني إلى جانبه في المكتب البيضاوي: لا أعتقد أننا سنواجه أي مشكلة، إنهم يريدون الإنصاف أيضا. من جهته شدد رئيس الوزراء الياباني على أنه مصمم على العمل مع واشنطن من أجل السلام في العالم، وقال لترامب إن اليابان مستعدة لتعزيز الاستثمارات في الولايات المتحدة، مشيرا إلى خطط لشركتي تويوتا وإيسوزو. أعلنت السلطات الأمريكية العثور على طائرة تتطابق مع وصف طائرة فقدت في ألاسكا وهي في طريقها إلى مدينة نوم على متنها 10 أشخاص، مشيرة إلى أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها لاقوا حتفهم. وقال كاميرون سنيل المتحدث باسم خفر السواحل الأمريكي إن أطقم الإنقاذ لم تتمكن من فتح الطائرة بشكل كامل. وفي وقت سابق قالت إدارة الإطفاء في مدينة نوم أن قائد الطائرة أبلغ مراقبي الحركة الجوية في أنكوراغ أنه ينوي الدخول في مسار انتظار حتى يتم إخلاء المدرج قبل أن تختفي الطائرة، مضيفة أنها لا تملك معلومات محدثة عن موقع الطائرة المفقودة.
وتحطم هذه الطائرات يأتي بعد حادثين جويين مأساويين شهدتهما الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. مشاهدينا، نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. إحياء الحفل الرسمي لذكرى عملية فنقل 35 بمصوع. فخامة الرئيس أفورقي يضع أكليل الزهور في نصب الشهداء بطوالوت. تسجيل تقدم ملحوظ لسلامة الغذاء. اجتماع أفريقي يبحث الصراع بالكونغو الديمقراطية. إيران وباكستان تعززان المستوى العملياتي في المجال البحري. وترامب يلوح بفرض رسوم على اليابان أمام رئيس وزرائها. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.